السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة حنتكلم فيها عن برنامج ري الفلفل خلال هذه الأيام، وإن شاء الله حنتكلم عن الري بخصوص نبات الفلفل بالتفصيل. فطبعا قبل بداية حلقتنا أتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا في أمطار الحمد لله، ولكن هذا ما يمنعش إنه إحنا لازم نقوم بري نبات الفلفل. طبعا هذا الفلفل بعد تقريبا شهر من الزراعة وفي مرحلة التزهير، وطبعا المرحلة هذه مهمة جدا لنبات الفلفل، لأنه طبعا لازم ننتظم بري النبات حتى طبعا الأزهار ما تسقطش. وطبعا في ناس لما تزرع فلفل ما بتعرفش كيف يتم ري نبات خلال هذه المرحلة. وطبعا المرحلة هذه من أهم المراحل في عمر النبات، اللي هي مرحلة يعني بداية التزهير. طبعا في نقطة مهمة لازم أتكلم عليها، إنه نبات الفلفل ما بيحتاجش للري الكثير، إنه طبعا في ناس طبعا ألاحظ إنه في ناس بتروي النبات كل يوم، وهذا طبعا مشكلة كبيرة، ولازم طبعا تتجنب إنك تقوم بري النبات كل يوم، إنه طبعا الفلفل بيتحمل العطش كثرة الحرارة، ولكن الري مهم جدا للنبات. فطبعا السؤال هو برنامج ري النبات في المرحلة هذه وكل كم يوم يتم ري الفلفل. طبعا الري بيختلف حسب طرق الري، لأنه طبعا في ناس بتعتمد الري بالغمر، مثل ما تلاحظ احنا كذلك نعتمد الري بالغمر. وطبعا في ناس اللي بتروي الفلفل بالتنقيط. طبعا بالنسبة للناس اللي بتروي بالغمر، فطبعا حاول انك تقوم بري النبات كل 3 أيام بالغمر، فطبعا هذا أنسب شيء لري نبات الفلفل. طبعا لو كنت زارع النبات وحتروي بالغمر فلازم طبعا تقوم بري النبات كل 3 أيام رية واحدة. وطبعا بالنسبة للناس اللي بتروي النبات بالتنقيط، هتحاول انها تقوم بري النبات كل يومين، يعني كل يومين لازم يتم اضافة الماء للنبات او ري النبات، لانه طبعا نبات الفلفل بيحتاج للماء، وكذلك بيتحمل العطش وبيتحمل درجات الحرارة المرتفعة، ولكن لازم طبعا يتم ري الفلفل. فطبعا مثل ما تلاحظوا احنا التربة ناشفة، فان شاء الله اليوم حيتم ري النبات بالغمر. فطبعا في المرحلة هذه حاول انك تهتم جدا جدا بري النبات حتى طبعا تمنع تساقط ازهار الفلفل، وان شاء الله حنتابع معاكم الفلفل الاخضر خطوة خطوة في القناة لغاية الحصاد. فطبعا في نهاية الحلقة أتمنى تكون عجبتكم. لو عندكم أي سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.